ده فيديو مقارنة الكاميرات ما بين الايفون 14 برو ماكس والاس 22 الترا. ولو عرفت انهي واحد هو الايفون اكتبوا لي تحت في الكومنتس. ويلا نبتدي الفيديو. اللي خمن منكم ان الفيديو اللي على الشمال هو الايفون فهو صح. في الفيديو ده انا مش هدفي ان انا اقول ان في تليفون احسن من التاني، لان صعب اقول كده. كل تليفون هتلاقيه بيتميز في حاجات وفي نقط ضعف في حاجات، وده اللي احنا هنعرفه في فيديو النهارده. وزي ما انتم متعودين التيشيرت اللي انا لابسه ده هو التيشيرت اللي انا لابسه في كل المقارنات الكاميرات، والمصطلحات اللي انا هقولها في المقارنه هتلاقوها تحت في صندوق الوصف. تعالوا نشوف بقى الحاجات اللي انا شايف ان الايفون فعلا متميز فيها عن الاس 22 الترا. تصوير الفيديو بالكاميرات الرئيسية الايفون احسن بكتير من السامسونج، وده باين في الالوان. وشوفوا فرق لون التيشيرت عامل ازاي ولون البشرة، باين في الدايناميك رينج، وهتلاقوا في السامسونج الخلفية ملسوعة، وكمان باين في التفاصيل، وده بان على وشي ودقني. واللي بيميز الكاميرا الوايد كمان انها فيها عزل طبيعي في الخلفية على الايفون، وكل ده في ظروف تصوير مناسبة. ولما جيت انقل على ظروف تصوير صعبة الشمس فيها ورايا وضربة في الكاميرا، هنا الفرق بان اكتر، برضه في الديناميك رينج وفي التفاصيل وفي لون البشره. وهتلاقوا نقط السودا هنا عاليه جدا على السامسونج. حتى في تصوير مشهد طبيعي بالكاميرا الوايد في السامسونج التشبع الزياده هنا قل بكتير عن زمان، لكن النقط السودا والكونتراست عاليين، وفرق الالوان مخليين المشهد طبيعي اكتر، والعزل الطبيعي للخلفيه كمان احسن على الايفون. والديناميك رينج ده بيبين تفاصيل اكتر في الظل والنور، كل ده بيخلي الايفون متفوق على السامسونج في تصوير الفيديو. ده كده اختبار المايك في تصوير الفيديو بالكاميرا الالترا وايد على الايفون 14 برو ماكس والاس 22 الترا. ده كده اختبار المايك في تصوير الكاميرا الوايد على الايفون 14 برو ماكس والاس 22 الترا، وشوفوا الصوت انهي واحد فيهم احسن. وده كده اختبار المايك في تصوير الفيديو بالكاميرا التليفوتو، والتليفونين بيصوروا ب3 اوبتيكال زوم. والثبات في تصوير الفيديو اتحسن كتير على الايفون، وزي ما انتم شايفين الاداء بتاعه قريب جدا من الاداء بتاع الاس 22 الترا، وده من غير السوبر ستيدي مود او الاكشن مود على التليفونين. لكن هنا هفضل الصوره بتاعه الايفون عشان الثبات قريب من السامسونج، ده غير ان الصوره هنا احسن من السامسونج، فبالنسبه لي الايفون هتكون الصوره الاحسن. تصوير الفيديو السينمائي بالكاميرا الوايد على الايفون بالنسبه لي احسن بكتير، ومش بس عشان هنا الكواليتي اعلى، هنا بيصور 4K، لكن السامسونج بيصور 1080p. وبالنسبه للعزل بالخلفيه هو مش بيرفكت على الايفون، لكن هو احسن بكتير من السامسونج، وبيواكب الحركه بتاعتي كويس جدا. اما التصوير السينمائي بالكاميرا السيلفي فهنا السامسونج فعلا اداؤه فاجئني، لان فعلا الصوره طالعه منه كويسه جدا، التفاصيل بتاعتها كويسه، حتى عزل الخلفيه احسن بكتير من الكاميرا الوايد والتليفوتو. لكن بالنسبه لي انا شايف ان الايفون هنا احسن في التفاصيل والدايناميك رينج، وده هيبان اكتر لما تركز على راسي والنور اللي على راسي. ودلوقتي بقى هنشوف مع بعض الحاجات اللي انا شايف ان الاس 22 الترا فعلا متميز فيها عن الايفون. في تصوير البورتري، مع ان الايفون اتحسن في تصوير البورتري وعزل الخلفيه، لكن مازال السامسونج احسن تليفون شفته او صورت بيه في تصوير البورتري، لان العزل بتاعه ممتاز جدا مهما كانت وضع الصوره ومهما كان الخلفيه اللي ورايا شكلها عامل ازاي. في الايفون بعض الصور هتلاقي العزل كويس، وفي بعض الصور هتلاقي العزل مش احسن حاجه، لكن سامسونج ثابت جدا في ادائه في ظروف التصوير المختلفه، وكمان في تصوير البورتري في الاضاءه الضعيفه. حتى في تصوير البورتري بالكاميرا السيلفي، مع ان الايفون هنا برضو الاداء بتاعه كويس جدا، بس انا عاجبني العزل اكتر بتاع السامسونج، وشكل العزل الخلفيه نفسه برضو في السامسونج احسن من الايفون. لكن غير كده الاتنين بيطلعوا صوره كويسه جدا بتفاصيل والوان كويسه جدا. ويمكن تفوق السامسونج في تصوير البورتري بالكاميرا السيلفي بان اكتر في تصوير الاضاءه الضعيفه. ودلوقتي بقى هنشوف مع بعض الحاجات اللي انا شايف ان الاداء بتاع الايفون والاس 22 الترا زي بعض. الاختلافات ما بينهم ممكن تكون اختلافات بسيطه، وممكن حد يفضل الشكل ده او حد يفضل طريقه المعالجه بتاعت ده. وده كده اختبار تسجيل الفيديو بالكاميرا السيلفي، واسمعوا الصوت، هل هو احسن على الايفون 14 برو ماكس ولا الاس 22 الترا؟ تصوير الفيديو بالكاميرا السيلفي الاتنين مطلعين اداء كويس جدا، التفاصيل فيهم كويسه، الالوان فيهم كويسه وقريبين جدا من بعض. الفيديو على السامسونج النقط السوداء فيه عاليه شويه، وده هيبان ان حواجبي تقيله ودقني اتقل من الايفون، لكن في المجمل الاتنين مطلعين اداء كويس جدا. لكن في بعض الاوقات هتلاقي النويز ليفل على الايفون اكتر من السامسونج. تصوير بالكاميرا السيلفي في الاتنين ابهروني جدا، وبيطلعوا نتيجه كويسه جدا في العزل، في الالوان، في لون البشره. لون البشره في الاتنين مختلفين شويه، لكن الاتنين لون البشره فيهم حلو، وفعلا اقدر اعتمد على اي تليفون فيهم في التصوير. حتى في الاضاءه الضعيفه الاتنين مش احسن حاجه في التفاصيل، والاتنين النويز نفس الدرجه.
وتصوير الفيديو في الإضاءة الضعيفة على التليفونين بالثلاث كاميرات قريبين جدا من بعض، بس لو ركزتوا على السامسونج هتلاقي هنا الألوان فيها أكتر، وما بقولش إن دي حاجة وحشة، بالعكس الصورة هنا شكلها حلو جدا، بس اللي أنا لاحظته كمان إن النويز في السامسونج أعلى بكتير من النويز في الآيفون. نيجي بقى في تصوير إضاءة ضعيفة لكن في إضاءة مختلفة وأنا اللي بتصور فيها. أنا بالنسبة لي في الكاميرا الألترا وايد والتليفوتو الآيفون الصورة بتاعته باهتة، الاتنين فيهم نويز، الاتنين التفاصيل بتاعتهم مش أحسن حاجة، لكن أنا لو هختار ما بينهم هختار الصورة بتاعت السامسونج أحسن. أما بالكاميرا الوايد فالاتنين مطلعين اداء ممتاز جدا وصوره ممتازه، ما اقدرش اقول ان في واحده احسن من التانيه. في التفاصيل وفي الالوان في فرق بسيط في لون البشره لكن مش الفرق كبير. وفي الصور اللي انا متصور فيها بالكاميرات الرئيسيه الاتنين بيدوا اداء كويس جدا، التفاصيل فيهم والالوان والدايناميك رينج في الاتنين كويسين جدا، مع بعض اختلافات على حسب ظروف التصوير. يعني في ظروف تصوير هتلاقي الوايت بالانس مختلف ما بين الاتنين، هتلاقي في ظروف تصوير لون البشره مختلف ما بين الاتنين، لكن ما اقدرش ان اقول ان في تليفون احسن من التاني في كل ظروف التصوير. وفي الاتنين انا شايف ان انت تقدر تعتمد عليهم في ظروف التصوير المختلفه. وفي تصوير المشاهد الطبيعيه بالكاميرات الرئيسيه الاتنين برضو بيدوا اداء كويس جدا والنتيجه قريبه جدا من بعض، مع بعض الاختلافات. يعني هتلاقوا الصوره بتاعت السامسونج افتح شويه من الايفون، هتلاقوا ان في صور هتلاقي فيها التفاصيل في الايفون احسن شويه من السامسونج، لكن في بعض الصور هتلاقيها احسن شويه على الايفون. وزي ما شايفين انا مجربهم في اماكن كتير وظروف تصوير مختلفه، صورت عمارات، صورت شجر، صورت صحراء، صورت بحر، وفعلا الاداء بين الاتنين قريب جدا. وفي اختلافات بسيطه في الالوان لكن دي في طريقه المعالجه. تصوير الصور في الإضاءة الضعيفة بالكاميرات الرئيسية كانت أصعب حاجة في المقارنة دي، لأن أنا ما قدرتش أحدد إذا كان في تليفون منهم أحسن من التاني ولا لأ. أنا بالنسبة لي أنا عاجبني طريقة الألوان بتاعة السامسونج واللون السما بتاع السامسونج والوايت بالانس بتاع السامسونج في الصور دي، لكن مش معناه إن الصور بتاعة الآيفون دي سيئة، هي تعتبر ارتستيك لوك، صور ليها طابع خاص، في ناس ممكن تفضل الوضع ده وفي ناس ممكن تفضل الوضع ده، لكن أنا شايف إن الاتنين في معظم الأوقات التفاصيل بينهم كويسة جدا وقريبة جدا من بعض، الاتنين في الألوان بتاعتهم في الطابع اللي هما بيحاولوا يوصلوا له كويسه جدا. لكن انا احب اعرف منكم انتوا بتفضلوا انه طابع فيهم، الطابع بتاع السامسونج ولا الطابع بتاع الايفون في تصوير الاضاءه الضعيفه. واخر حاجه حابب اتكلم عنها هي الكاميرات اللي مش موجوده في التليفون التاني. يعني الاس 22 الترا فيه 10 اوبتيكال زوم، الايفون 14 برو ماكس فيه 2 اوبتيكال زوم. فتعالوا نشوف الاداء ما بينهم عامل ازاي ونشوف اذا كان فعلا احسن من التليفون اللي ما فيهوش الكاميرا دي ولا لا. وزي ما انتوا عارفين هنا الايفون بيعمل كروب في العدسه الرئيسيه عشان يديك 2 اوبتيكال زوم، وفي المقابل سامسونج بتعمل هنا ديجيتال زوم من العدسه الرئيسيه. وهنا في تصوير الفيديو الفرق بينهم شاسع، الالوان والتفاصيل ولون البشره الفرق شاسع جدا ما بين الايفون والسامسونج. وحتى كمان لما نيجي نلف ونروح في اضاءه صعبه هنا الفرق برضو بيبقى باين اكتر. الفيديو على السامسونج هنا سيء جدا وما تقدرش تستخدمه في اي حاجه. ولما نيجي نصور بقى صور بالكاميرا الاتنين اوبتيكال والاتنين ديجيتال زوم على السامسونج، في الصور اللي انا متصور فيها باين الفرق، والايفون الصوره بتاعته احسن، السامسونج الصوره بتاعتها الحده فيها عاليه جدا فمبوظه شكل الصوره. لكن لما نيجي نصور صور مشاهد طبيعيه هتلاقي ان الفرق الاتنين يعتبر مش موجود. السامسونج الاداء بتاعه كان احسن بكتير مما كنت اتوقع، وفي معظم الصور هيديك اداء زي الايفون ان ما كانش احسن منه. هي صوره واحده من الصور اللي انا جربتها هي الحده بتاعتها كانت عاليه ومبوظه شكل الصوره. حتى في تصوير الاضاءه الضعيفه كان مدينا اداء كويس جدا باضاءه وتفاصيل كويسه جدا. وهنا زي ما انتم عارفين ان السامسونج فيه كاميرا 10 اوبتيكال زوم لكن الايفون بيعمل 10 ديجيتال زوم. وفي تصوير الفيديو الاتنين فعلا الاداء بتاعهم سيء جدا، ما اقدرش استخدم الفيديو سواء السامسونج او الايفون في اي حاجه. لكن في تصوير الصور بال10 اوبتيكال او ال10 ديجيتال على الايفون هنا طبعا السامسونج بيديك صوره احسن بتفاصيل احسن بالوان احسن، لكن الصوره بتاعت الايفون مش اوحش حاجه ومش بعيده عن السامسونج، هي الصوره تعتبر كويسه لكن التفاصيل بتاعتها مش شارب. بس طبعا الفرق ده وفرق التفاصيل بيبان لما تعدي بقى ال10 اوبتيكال زوم وتوصل ل 15 و20 و30 لحد 100 زوم. على السامسونج طبعا احسن بكتير ومفيش مقارنه بينه وبين الايفون. حتى في ال10 اوبتيكال زوم الفرق باين اكتر في الاضاءه الضعيفه، هنا الايفون الصوره بتاعته ما بتقدرش تواكب الاوبتيكال زوم بتاع السامسونج. انا كده خلصت مقارنه الكاميرات ما بينهم، وحابب اعرف منكم هل رايكم يتفق مع رايي في اللي انا قلته ولا لا، ولو اختلفتوا اكتبوا لي تحت في التعليقات اختلفتوا في ايه. ولو عايزين تشوفوا مقارنه الكاميرات ما بين الايفون 14 والايفون 13 هتلاقوه تحت في الديسكربشن او في اول تعليق. ولو عندكم اي استفسارات او تعليقات سيبوها لي تحت في الكومنتس، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.